في زمن تتغير فيه الأقنعة أسرع من تغيير الناس لحقائبهم، لم يعد السؤال من نحن، بل أي نسخة منا تصلح للبقاء. في روايته برد الصراحة يكتب رامي فايز عن إنسان واجه العالم بالصراحة، ثم اكتشف أن الصراحة ليست فضيلة بل فتورة. لم يخسر لأنه أساء، بل لأنه قال ما لا يريدون سماعه. خسر وظيفة لأن الحقيقة لا تجمل الأرقام، وخسر حبا لأن الوضوح لا يترك مساحة للوهم، وخسر صديقا لأن الصدق لا يعرف المجاملة، وحتى العائلة حين صارت المحبة مشروطة بأن يكون نسخة سهلة. هنا لا تأتي الوحدة كعقوبة بل كأثر جانبي للصدق، أن تمشي مستقيما في طريق ملتف، وأن تدفع ثمن وضوحك بهدوء بلا صراخ وبلا ادعاء بطولة. برد الصراحة لا يقدس القسوة، لكنه يضع حدا أخيرا بين العيش بوجهين والوقوف وحيدا بوجه واحد، لأن أخطر ما يمكن أن تخسره ليس الناس بل نفسك وأنت تحاول إرضاءهم.